حقك صح؟ حقك زي ما انت. الفيديو زي ما انتوا شفتوا كده، زوج دخل على زوجته لقاها مع عشيقها، جريت لمت حاجتها وراحت على الأوضة التانية وما سابتش شقتها. وايه الموضوع؟ العشيق كان لسه هيبدأ، هجم عليه الزوج ومعاه واحد صاحبه، وبعدين نادى على حسين. مين حسين؟ الكارثة الكبيرة ان حسين ده يبقى اخوه. المهم عملوا قعدة عرفية وجابوا العشيق ده او اللي بيسموه عشيق، وساعتها اعترف ان هم كانوا عايزين يبتزوه، وان هو كان بايع حتة ارض، عشان كده كانوا عايزين يعملوا له كمين وياخدوا الفلوس. ولما قعد بيقول ان انا لسه ما ابتدتش ولقيتها جريت على طول وهو دخل، واضح ان هما كانوا موجودين في الشقة وجه في الوقت المناسب قبل ما غوط انا وهي، وده كان الاتفاق اللي عملوه مع بعض. وبيقول حاول ان هو يقلعني هدومي علشان يصورني صور وانا عريان، لكن انا رفضت رفض تام، وكان الهدف من التصوير ان هما يبتزوني بالفلوس. طبعا هنا جاء حسين والناس قالوا لا ده احنا كنا بنشوفه وهو بيطلع وبينزل وبيجي مع الزوجة ديت، فانت في غيابك وكده، وكل ده كان فيلم مفبرك لابتزاز الراجل ده اللي هو برضو غلط انه فعل او كان في نيته يعمل الحرام. هو بيقول ان بقالها شهر بتحاول ان هي تجرجره على البيت، وبقالها شهر بتكلمه وبتقوله تعالى تعالى تعالى، لكن هو فهم اللعبة لما لقاه بيقوله امضي وهات واقلع. وكمان هي ما جريتش وما خافتش، مفروض رد فعلها يكون غير كده، ان هي تاخد بعضها وتجري وهو مشغول معايا تهرب من الشقة، لكن هي ما هربتش وهي كانت في الأوضة التانية وبتسمع الحوار. ده اللي خلى العشيق او الراجل اللي انتوا شايفينه او اللي شفتوه بيقول ان دي كانت لعبة معمولة عليا، بس انا استاهل. طبعا انت تستاهل طبعا، وتستاهل اكتر من كده كمان. ولو قلعوك وصوروك وابتزوك وخدوا اللي وراك واللي قدامك تستاهل، لانه قعد يقول انا غلطان يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي. انت غلطان فعلا في كل حاجة، انت ما خفتش من ربنا، انت خفت من العبد ومن الفضيحة، لكن ما خفتش من ربنا لما كنت داخل تعمل عاملة زي دي. والزوج ده ديوس، لانه هو اللي اجبر مراته، او هي بمزاجها بقى سمعت الكلام، كان ليها حق الاعتراض بكل تأكيد، وخلاها تعمل العاملة دي عشان يجيبوا الكسب السريع. وما كانش ده هيبقى اول ضحية لولا ان الموضوع اتكشف واتعملت قعدة عرفية والدنيا. هنا بقى الزوج في القعدة العرفية طبعا قال ايه؟ قال انا كده كده هطلقها وهي ما تلزمنيش. ده بعد ما اتكشفت لعبته زبالة، يعني مش عايزة كنت اقول كلمة عيب بصراحة. وبالاتفاق مع اخوه حسين اللي كان بينادي عليه عشان ينفذوا الخطة، فهم عايزين فلوس بسرعة. الفلوس دي هتيجي ازاي؟ انت يا ولية استدرجي الرجالة وهاتيهم، بس هاتي الاغنياء اللي معاهم فلوس يدفعوا عشان يخافوا من الفضيحة، واحنا هنلملم بقى الفلوس وراك. ديوس والله العظيم ديوس. تعالوا كملوا الفيديو وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. زي ما بس هو ده المعارض. حقك صحيح صح؟ حقك والله حقك، انا اللي استاهل. طب اجلع كمل جدع انت. حقك طب كمل حقك صح. كمل. لا مش صح. حسين حسين حسين